يلا يا جماعة، يلا يا جماعة بسرعة، احنا ما صدقنا خرجنا من المكان ده اللي قاله عمرو وهو بيجري لما كان وراه نور وأحمد وبسنت وهم خارجين من القصر الملعون ده. ردت عليه نور وقالت له: أخيرا، الحمد لله، رغم إني لسه بقول إن في سر ورا الكلام ده. رد أحمد وقتها بغضب وضيقة: السر إيه بس، حرام عليكي، بعد كل اللي شفتيه جوه، الحمد لله إن احنا لسه عايشين أصلا. وقتها بسنت بدأت تعيط قوي. رجع لها عمرو: خلاص يا بسنت، حصل خير الحمد لله، المهم إن احنا لسه موجودين بره أهو. ردت عليه وقالت له: حد يقول لي إن احنا كنا بنحلم. عمرو واقف في المكتب بتاعه وباين عليه القلق والاضطراب. دخل عليه أحمد: في حاجة يا عمرو ولا إيه؟ لا لا لا، مفيش حاجة. كل الحكاية إن عدد المشاهدة بتاعت الباب بتاعنا بتقل كل يوم أكتر من الأول، بعد ما كان هو أكتر باب عليه مشاهدة، ولازم نشوف حل لكل التسجيلات اللي بتجيلنا تقليدية ومفيش حاجة جديدة. وطبعا يا بيه كلكم نايمين في العسل. مش كده يا عمرو، حضرتك بتتعب نفسك أوي، احنا ممكن نخترع مواضيع ومشوقة، إيه رأيك؟ بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ ومش عاوز أقولك اتفضل من مكتبي على فكرة، لازم تعرف إن الشغلانة دي مش لعب. وفين المصداقية يا أستاذ؟ آسف يا عمرو، أنا أول وآخر إنذار ليك، ومن هنا ورايح تاخد بالك من الشغل معايا يا أحمد، وعاوز موضوعات، ها موضوعات. طب يا عمرو، أنا جالي من ساعة كده تسجيل فيه قصة غريبة أوي وساكت. قول لي ملخصها كده، ولو فعلا حلوة نروح المكان. أنا هشغل لك التسجيل. أنا اسمي ندى، وبيتنا مسكون بعيلة بحالها من الجن. أنا عارفة إنكم هتستغربوا، بس هو ده اللي حصل والله. الموضوع ابتدى مع أختي. في أول يوم كانت نايمة، خبط عليها الباب، راحت فتحت، كان أخونا بيطلب منها حاجة، وأول ما عملتها له ودخلت افتكرت إن أخونا أصلا مات. وعدى اليوم وقالت إنها بتحلم وعدت الموضوع، ومن ساعتها وكل يوم يخبط عليها في نفس الوقت ويطلب منها حاجات غريبة، ولو ما عملتهاش بيعاقبها، وعليها علامات في جسمها بشعة بسبب العقاب اللي بيعاقبه لها. وقرينا لها قرآن كتير وكانت بتتحسن، وبعد كده انهارت. وفي نهاية الموضوع قتلت بابا وماما، وهي دلوقتي في مستشفى الأمراض العقلية. وأنا دلوقتي ما عنديش أي حاجة بقى عليها، وعايشة في البيت نفسه، وابتدت تحصل لي نفس أعراض أختي، ومش عارفة هينتهي بيا الأمر لإيه. أرجوكم انقذوني. قال عمرو وقتها بحماس: حلو قوي ده، بس فين ده المكان؟ في اسكندرية يا عمرو. اهو ده عيبه بقى، قدامه 4 أيام وده سفر ومش هنضمن ايه هيحصل، وفي مشاوير كتير ورانا. بقولك ايه، احنا هنخلي الموضوع ده بعد اللي جاي. في مكتب نور وبسنت قاعدة معاها والابتسامة مالية وشها. قالت لها بسنت: خير يا نور، في حاجة ولا ايه؟ في، أخيرا لقيت الموضوع اللي هثبت فيه للأستاذ متكبر باشا إني صحفية شاطرة وأحسن منه كمان. تقصدي عمرو؟ أيوه، اللي اسمه عمرو، هو في غيره متكبر؟ طب إيه الموضوع؟ تعالي بس ورايا نروح له المكتب. في مكتب عمرو دخلت نور وبسنت. قالت نور: صباح الخير يا جماعة. رد عليها عمرو: صباح النور، ايه خير، في جديد ولا ايه؟ الابتسامة اللي على وشك دي تقول ان احنا جايين بمواضيع. نور في سرها بتقول: ايه يا ساتر يا رب، هنبتدي بقى. بسنت لحقت الموضوع قبل ما يشد بينهم وقالت لعمرو: يا استاذ عمرو، نور لقت موضوع جامد وجاي تقول لحضرتك عليه. عمرو بغلاسة رد عليها: قولي. انا جالي جواب من مجهول وبيقول ان في قصر قديم اللي بيدخله بيشوف ليلة اشبه بالجحيم، واللي بيعيش فيه المدة لازم يموت بطريقة بشعة بعدها. والقصر ده صاحبه مات من شهر بطريقة بشعة برضه وغريبة ومحدش يعرف حاجة، وليه وريث واحد. فاحنا لو اقنعناه اننا ندخل القصر ده يوم واحد ونصور ونخرج منه ونشوف هيحصل ايه، ويا سلام بقى لو خرجنا قبل مدة 24 ساعة المزعومة. عمرو قاطع كلامها: وفين القصر ده؟ هنا في القاهرة، وكمان أنا مسكتش وسألت البواب وعرفت إن بالليل في القصر بيحصل حاجات غريبة، وإنه موجود بس وصابر علشان مرتبه كويس ومعيشه كويس. حاجات زي إيه يعني؟ زي إنه بيسمع أصوات غريبة بالليل، النور بيقلب للون الأحمر لوحده. ده غير إن في آخر أيام صاحب القصر اتغير للأسوأ. والكلام ده من إمتى؟ البواب بيقول إن القصر ابتدى يحصل فيه الحاجات الغريبة دي في آخر أيام، على غير إنه كان قصر هادي جدا وما حصلش فيه الحاجات دي خالص. طيب والبواب ايه عرفه انه محدش يقدر يطلع منه قبل 24 ساعة؟ انا سألته كده برضه وقال لي ان في ناس برضه ليهم في السحر والكلام ده وراحوا وما قدروش يخرجوا قبل 24 ساعة. وعرفتي اسماء الناس اللي دخلوا؟ فيهم حتى راجل معروف قوي اسمه عامر وليه مساعدة اسمها هند وعنوانهم معايا اهو. تمام كده. واخبار الوريث ايه بقى، عرفتي عنه حاجة؟
الوريث اسمه شاهين، وبيقولوا انه هيبيع القصر ده، وده اللي عرفته من البواب. حلو جدا، يبقى احنا لازم ندخل القصر ده وبسرعة قبل ما يتباع ويتهد ونعرف وراه ايه. قالت له نور بابتسامة فرح ونصر. امتى؟ انا موافقة. وجه عمرو كلامه ليهم كلهم، لبسنت ونور واحمد. انتوا تروحوا تجهزوا نفسكم، قدامكم 5 ساعات. احنا هندخل الساعة 6 المغرب، وهكون انا رحت لعامر ده وهقنعه يدخل معانا القصر. عمرو مشي من المكتب بتاعه وفجأة رجع بسرعة جدا. بقول لك يا نور. نعم. تعالي معايا ساعة كده نروح عند اللي اسمه عامر ده، وبعد كده تروحي تجهزي. اشمعنى، خايف ولا ايه؟ لا اجمك كده. لا طبعا مش خايف، وبطلي اسلوبك ده. كل الموضوع انك انت اللي اتكلمتي مع البواب، وعلشان نقدر نقنعه. موافقة. ووجه عمرو كلامه للباقيين. يلا جهزوا بقى قبل ما نتقابل، سلام. وانت تعالي ورايا. في مكتب عامر، عمرو ونور ونظرات متبادلة ليهم في المكان الغريب. المكان باين عليه ان هو كئيب ورعب، رغم انه مكتب عادي، بس في قبضة كده جات لهم في قلبهم اول ما دخلوا المكان ده. قابلتهم وقتها هند. ايوه يا فندم، في حاجة؟ عندكم ميعاد؟ رد عليها عمرو. لا مفيش ميعاد ولا حاجة، بس احنا ممكن ندخل دلوقتي حالا. نور بتهمس لعمرو في وقتها. هو انت مش خايف؟ انا قلبي مقبوض. خايفة؟ لا طبعا مش خايفة. اخاف من ايه؟ انا بس حسيتك خايف شوية. لا يا اختي ما تقلقيش، انا مش خايف. حضرتك قلت عاوز تدخل دلوقتي حالا؟ حالا. يبقى حضرتك هتضطر تدفع 3 أضعاف المبلغ. الاتنين بصوا بذهول، ورجع عمرو يهمس تاني. مرتب شهر ضاع، الله يخرب بيتك. ما تخافش ما تخافش، هقسم معاك. تقسمي معايا؟ انت بتقبضي كام اصلا؟ انا غلطان اني حبيت اساعدك. قطعتهم هند تاني. اتفضلوا طيب. دخل الاتنين والقلق مسيطر عليهم من الخوف والرعب. بعد ما دخلوا لقوا مكان ضلمة وبخور عالي قوي، وفجأة نور بتصرخ جامد. بعد الحادثة بتاعت قتل صاحب القصر ده، بعدها بأسبوع، رئيس المباحث قاعد مع شاهين، الوريث الوحيد للقصر. الحمد لله على السلامة يا أستاذ شاهين. الله يسلمك يا فندم. طبعا حضرتك عارف انت موجود هنا ليه. ايوه يا فندم عارف، بسبب موت عمي. عمك اتوفى من اسبوع قبل سفرك بحوالي ساعتين. تقصد من كده ان حضرتك بتتهمني بقتل عمي؟ جاوب من فضلك يا استاذ شاهين، جاوب على السؤال اللي متوجه لك وبس. يا فندم انا كنت مسافر ومعرفتش غير لما رجعت، وقبل ما اسافر كنت في كافيه قريب من المطار، وحضرتك ممكن تسأل وفي شهود كتير على ده. تفسر بايه موت عمك مع ان ملهوش وريث غيرك؟ يا فندم عمي راجل كبير في السن، وانا مش هورط نفسي في جريمة زي دي. كده كده انا هورث، عاجلا اجلا هورث. وكمان انا عايش في مستوى كويس قوي ومشهور بسمعة كويسة بين الناس، حضرتك ممكن تتأكد. وايه رأيك في شهادة البواب اللي بتقول انه سمع مشادة بينك وبين عمك قبل وفاته بكذا يوم؟ ايوه يا فندم، ما ده بخصوص ارض في الصعيد وهو عايز يبيعها وانا ما كنتش عاوز. وهو عاوز يبيعها ليه؟ هو ده سبب خلافنا، لاني ما عرفتش. وكمان يا فندم ده سبب ارجح يخليك ما تشكش فيا، لان لو عاوز اموته ما كنتش اتخانقت معاه قبلها. رئيس المباحث بيبص لشاهين وهو مش متأكد من كل اللي بيقوله، لكن مفيش أي دليل ضده. اكتب يا ابني. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتم الإفراج عن شاهين عز الدين محمد بضمان محل إقامته. بيتلفت عمرو لنور بعصبية وغضب. إيه بقى جو الرعب ده؟ اسكتي. وأنا اللي جايبك معايا تقنع الراجل؟ هو حد قالك امسك إيدي وخضني؟ أنا غلطان إني بطمنك. قطع حوارهم صوت عامر اللي كل الدخان مخبي وشه، ونادى عليهم. اتفضل يا نور انت وعمرو. الاتنين بصوا لبعض باستغراب. السكرتيرة ما عرفتش اساميهم اساسا. عمرو قال له من وسط الدخان اللي ما كانش شايف ملامحه. هو حضرتك عرفت اسامينا منين؟ كله بيبان يا عمرو، وما تسألش كتير. اتفضل. نور ساعتها اتكلمت. طب حضرتك احنا كنا جايين، عارف انكم جايين علشان اجي معاكم القصر ده ليلة. رد عمرو. هو ده صحيح، بس انا عاوز حضرتك تحكي لي شفت ايه هناك، وفعلا حياتنا هتتغير ولا ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ حكاية انكم تخرجوا من القصر قبل 24 ساعة دي انا مش ضامنها، بس ممكن واحتمال كبير اقدر اخرجكوا زي المرة اللي فاتت. لكن بعد اللي شفته المرة اللي فاتت حياتك تتغير؟ لا 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 لا، انا زي ما انا. معنى كده ان حضرتك موافق تدخل معانا القصر؟ وقتها قطعتهم نور. اصلا انا مش بصدق في الكلام ده، اكيد في سر منطقي ورا القصر ده ولازم اعرفه. عمرو بص لنور بعصبية. اسكتي يا نور اسكتي. رجع عامر يوجه كلامه لعمرو. على الساعة 6 يا عمرو زي ما اتفقت معاهم، هكون عند القصر ومستنيك. الاتنين استغربوا جدا، هو ما يعرفش هما اتفقوا على ايه، وقاموا بسرعة من مكانهم. اتجمع عند باب القصر عمرو ونور وبسنت واحمد الساعة 5:30 بالظبط، وكلهم جم بشغف. وقبل ما يدخلوا القصر وتحت إلحاح شديد من بسنت لأنها كانت خايفة قوي، سألوا البواب. راح عمرو ساعتها للبواب.
اهلا يا بيه، حضرتك موجود هنا ليه؟ القصر ده ممنوع حد يدخله. احنا فريق بحث تبع الشرطه. النور ساعتها قالت لعمرو: ايه اللي انت بتقوله ده؟ هتودينا في داهيه. بس يا بنت اسكتي، هو انت فاكراني بلعب هانم ولا ايه؟ طبعا كان لازم استأذن من الشرطه عشان ندخل، وهو بصراحه رئيس المباحث مصدق عشان نطلع الموضوع ده في شنك، وتطلع القضيه من على قفاوي يخلصوا هم كمان. انت مش بيفوتك حاجه ابدا، امال زيك صحفي على ما تفرق. عامر وقتها قال: يلا يا جماعه. بس انت همست لنور وقتها: هو مين عامر ده؟ ده شكله لوحده يخوف. يا ست شكله الموضوع اصلا هيطلع في شنك، بس الراجل ده مش سهل. اتقدم عمرو قدامهم وقال لهم: يلا بينا يا جماعه، يلا بينا نبتدي الشغل ونعرف ايه الحكايه. اتقدموا الستة بخطوات كلها رجوع، الستة كلهم خايفين ما عدا عامر. راحوا كلهم علشان يدخلوا 24 ساعة من أبشع أنواع العذاب النفسي، وكان أولهم عمرو وعامر، ووراهم أحمد ونور وهند في الآخر. وموجودة بسنت جنب هند بتبص لكل حاجة حواليها برعب. بس هند كان معاها حق، القصر كان فعلا مخيف. وأول ما دخلوا وقبل ما يقفلوا باب القصر بصت نور ورا وكأنها بتودع الحياة، وبعدها رجعت تبص تاني للقصر، لقت دخان كتير اسود هجم في القصر، واتقفل الباب مرة واحدة من غير ما حد يقفله. ساعتها طيب احنا هنعرف ساعتها ايه في الجزء التاني ان شاء الله. استنوا الجزء التاني هينزل قريب. اشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.